لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم الاخوان ورحمه الله تعالى وبركاته. عدنا والعود احمد من بعد 49 شهر، 4 سنين وشهر كتب لي الله باش نتفرج عليا ونخرج الحريه. من هذا المنبر الاخوان كنبغي نحيي المغاربه الاحرار وكنركز على الاحرار. شكون هما الاحرار؟ الذين يؤمنون بمن معه الحق، اما العبيد فيؤمنون بمن معه القوه. فلا تعجبن من دفاع الاحرار عن الضحيه ومن دفاع العبيد عن الجلاد. كنبغي نشكر هيئه الدفاع اللي دافعت عليا، على راسهم الاستاذ المعتقل السياسي، اجل اعتبره شخصيا معتقلا سياسيا، الاستاذ محمد زيان اللي مشى ضحيه كلمه الحق. وكنبغي نشكر الاستاذ كمال العيدي، الاستاذ اللي دافع عليا رغم الضغوطات ورغم بزاف ديال الحوايج، والاستاذه ابراهيم اللي كانت معايا في اول يوم ديال التقديم ديالي امام النيابه العامه. كنشكركم بزاف. كنبغي نشكر المدرسه اللي قراو وليداتي. كنبغي نشكر الجاليه المغربيه اللي كاينين بزاف ديال الناس، انا ماشي بزاف ولكن على رؤوس اصابع، اللي ساعدوني ووقفوا معايا، الله يجازيهم بخير واجرهم غيخلصوا غير الله عز وجل. حيت في الوقت ديال المحنه كتعرف صديقك من عدوك. بزاف ديال الناس عارفين غادي يقبلوا ولا. في الامس القريب كانت تطلع عليا غير صويره كيقولوا كلمه فيها حق هذا الرجل كيدوز انت عايز لا كان حبس خليه يخرج نشوفوا معاه. شي عشنا 4 سنين الاخوان، 4 سنين وشهر، 4 سنين وشهر ديال القهره، 4 سنين وشهر ديال البعد عن العائله، 4 سنين وشهر وانا متغرب على وليداتي. علاش؟ انا كلمه حق، انا كلمه حق. انا كنهضر ناقش باش جاش من محض الخيال ديال راسي ولا كتقال يوميا، كتقال يوميا في الشارع العام، كيناقشوها المواطنين يوميا. انا ما جبت شي حاجه من راسي. ملي اعتقلتهم الكاس حتى شديتو المجرمين، هذا كان مشكل علينا خطر ناري ويلي مهمتي كيدير كيفعل كينشر فتنه كيدير بالبلد، شدوه اعتقلوه ودخلوه الحبس. شنو الريزلطه؟ كتقولوا نتوما بان السجن كاين بانها تساعد على ادماج السجين في الحياه العامه. كيفاش مشاتني هذه؟ كيفاش مشاتني وانا كنت في السطات في غرفه الطاقه الاستيعابيه ديالها السين ديال عباد الله كتهز 161 بنادم بايته في الطواليت، بنادم بايت في الارض في ظروف جد صعبه. الكمال الاخوان، الجمل اللي كتقولوا نتوما نقال ما بقاش، قسما بالله الا كنصبحوا على الصباح حايدين التيشيرتات ديالنا وكنفليو في الجمل، كنفليو. اما داك السراق الزيت الصغير هذاك كتحط الماكله ديالك لتحت، كتجي العشيه كتنقص لك عليها كولها ولا لوحه ولا باش دير بها. قمه الانحطاط، 7 شهور ديال المعاناه في السجن ديال سقاطنا، ومن ثم تم الترحيل ديالي السجن ديال تيف الجوج. عزله مصنف صنف الف. انا داوني السجن تيف الجوج العزله مصنف صنف الف. باش يعرفوا الاخوان صنف الف لدى المندوبيه العامه لاداره السجون، يعني انا مصنف من بين اخطر المجرمين. يعني انا اخطر من هذاك اللي كيهز السيف وكيجلس اختي واختك وامي وامك وبنتي وبنتك، انا اخطر منه. انا اخطر من هذاك هشام ود المراكشيه اللي اغتصب هذيك الدريه وخشى فيها القراعي وقتلها. هذا تصنيف بوحدو، وانا تصنيف اخطر منه، صنيف الف. علاش؟ 23 ساعه الاخوان، 23 ساعه وانا مسدود عليا في الغرفه، عندي ساعه وحده ديال الفسحه. بهيمه عز الله قدركم كيخرج السلاح من 8 ديال الصباح حتى 6 ديال العشيه وهي خارجه طرعه بهيمه. فما بالك انسان مسدود عليه مطرقين عليه السواس؟ علاش هادشي كامل؟ علاش؟ وعداكم واخطر مجرمين وعداكم يدير وعداكم يدير وعداكم يدير. الله يهدي، مش نقول بلادي كنبغي بلادي. انا فاش تلقى الدفاع الوطني يقول لي ودي لا انت باغي تروح بلادنا بحال ليبيا ولا بحال سوريا، انا باغي بلادي تولي بحال الميريكان، انا بلادي باغي تولي بحال لندن، باغا تزدهر، ما باغيش نشوف الفقر والهشاشه، ما باغيش نشوف عباد الله كتعاني في الشارع العام. انا عندي الاخوان واحد الباج قسما بالله اللي داير بحال ديوان المظالم، اللي مشى ليه شي حق، اللي كيعاني من عدم التطبيب وعدم الصحه، اللي ما خدامش، اللي مأزم. نجي نبارطاجي معاكم داكشي كامل ما غاديش نسالي كي تالين. والغريب في الامر لقيت بعض الاخوان باعوا ماتش اللي كانوا بالامس القريب ينددون وينادون بالحريه وبالكرامه وبالعداله الاجتماعيه، باعوا الماتش ولا الله النظام كيصفقوا عليها صراحه الانسان يجيب في راسه. لا، انا عندي نفس المبدا، عندي نفس التوجه. شدوني 4 سنين، شدوني 10 سنين، تحكموا عليا بالاعدام، يبقى عندي نفس التوجه ونفس المبدا. انا كندافع على واحد الطبقه فقيره، طبقه محقوره. علاش ممكن بعض ولا من الناس ما خرجوش معاك مظاهره؟ لا، طبقه فقيره، طبقه ما كتقدرش تهضر، طبقه ما كتقدرش تعبر على الراي ديالها. عارف المحاكمه ديالها الاخوان، عرفت كي كنتلقاها بلاطيستي بوليس روينه طوقينه ومرتي ما خلاوهاش تدخل، كيقلبوا لها في التليفون، يقلبوا لها الساك واحد ولا التليفون، لا ما تدخليش، لا هذه لا. شتي الحاله كيفاش دايره؟ الملف ديالي باش نقراه رفضوا باش يدخلوه ليا. النسخه ديال سجل الاعتقال اللي من حقي ناخذها من المؤسسه السجنيه رفضوا يعطيوها ليا. علاش؟ الله اعلم، حتى مجرم خاطئها ما نعطيوش. قمه التمييز، قمه العنصريه. علاش؟ دابا اللي كيعبر على رايه
وكيهضر بلسان الشعب كيتسمى مجرم. علاش؟ واش انا كنهز فلوس كندريس عباد الله؟ واش انا كنهب؟ واش انا كندير المخدرات؟ شنو هو الناصري؟ شحال من ناصري عندنا الاخوان في البلاد؟ شحال من ناصري عندنا في البلاد؟ ضاربين طم مجامعين وطاوين وساكتين. بان شي واحد منهم راه كيضحيو به؟ ما بانش. احنا ضامسين الكارطه بيناتنا مقصرين ولاعبين وكلشي ياكل ميمي. السلام عليكم. ولا انت هضرتي عليهم ولا انتقدتيهم ولا جبتيهم شي موضوع ياتي مسجل بك السجن باهانه هيئات المنظمه او التشهير او السب او القذف او قلتي فلان او قلتي فلان وانت ما عندكش دليل. كيفاش ما عندكش دليل؟ واش واحد كتشوفو عايش في البخ، الطوموبيله كي دايره، الكونجيات كدوزو كي دايرين، الحوايج جالسين معايش ما عرفتش كيفاش شنو داير، وتجيب اخر مره تقول لا هذاك اطراء مشروع ماشي اطراء غير مشروع ياك اسيدي، وانا تيتحاسبني على 2 ريال. لا سيدي دخلتي انت في اليوتيوب كذا وكذا 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 نحكموا على الكاسكيطه الغرامه قدروها 41,000 درهم. علاش خلص انا 41,000 درهم؟ كنتو كديروا في هليكوبتر ما بين الحبس والمحكمه، السيره اللي كنتو كتعمروا لي ديال محاضر ديال الذهب. علاش؟ ودير لي الحشيش. علاش دير لي الحشيش؟ علاش؟ اقسم لكم بالله الاخوان، وهاد المساله كنحلف بها ماشي تيقن النظام ولا يقول هذا باري ولا واقع لا لا، انا كنحلف الناس اللي كيعرفوا الله، الناس اللي كيخافوا هذاك اللي فوق السماء الله عز وجل، اللي غتجمعوا عندو كامل ديك الساعه وغتحاسبوا ما كاين لا باك صاحبي لا حتى شكون لا حتى فلان ولا حتى فلان. دير لي الحشيش اقسم لكم بالله الذي لا اله الا هو، هذاك الحشيش ما هو ديالي، ما لقاو عندي ما حتى حاجه، جبدوه ليا عند الفقره الوطنيه قال لي هذا الشيء لقينا عندك. انا استغربت كيما ما كتبيعش الحشيش، كندخل السجائر وعمرني ما دخلت شي فيديو قدام المتتبعين احتراما لهم، ولكن الحشيش ما كنبيعش. عندي صحابي الله يعفو عليهم كنعرفهم ولاد الدرب كيكبيو الحشيش، اللي كيكبي الحشيش كيضبع كيولي دايرها ما كتكونش عنده الكاريزما الشخصيه باش يهضر بحالي، كيولي طالب السلام على باغي يكمي ويصلي له يمشي نعس حالات والغد ثاني يضبع على جوان ولا جوج يكميهم الى اخره. ديروا لي انا من اجل شويه صوره. علاش؟ باش ملي يخرج البلاغ ديال الوكيل العام وكيل الملك في بان لقينا عنده قاعده شراب ولقينا عنده المخدرات، وداك السيد اللي كان كيدير الفيديو فهو كيتعاطى هاد المخدرات وما كانش فاهم القوى العقليه وكيهضر في هاد الهضره وكيناقش مع عباد الله. حاشا ولله لا، انا ماشي هوك. وسولوا الناس مقربين ليا والناس اللي كيعرفوا من الكاسكيطه، انا ماشي هوك، انا ماشي خايب، انا ماشي مجرم، ماشي ندخل المؤسسه السجنيه صافي غادي نشبع بداك الفكر ديالهم. واخا اساسا في المؤسسه السجنيه ما كاينش شي حاجه سميتها ادمان سجين، سميتها صنع مجرمين السجون. بنادم كيخرج حاقد، قوه الضغط اللي كيعيش وقوه الهضم الحقوق ديالو وقوه بزاف ديال الحوايج. غنعاود لكم في حلقات ماجيه ان شاء الله الرحمن الرحيم الاخوان. فرجاء تخرجوش تعتقلونا باسم باننا حنا كنقيو ولا كنطهروا المجتمع من مجرمين من محرضين. حنا ماشي بهذاك النوع، حنا ناس بغينا نعيشوا مزيان، ناس بغينا نعيشوا بكرامه، ناس بغينا نعيشوا بحريه. وإلا ما كنتوش قادرين بينا وما باغيناش نعيشوا معاكم حلوا علينا خويا، خلينا نمشيو نهزوا وليداتنا ونمشيو. والله يخلف الله يعمر لكم بهاد البلاد هادي، عيشوا نتوما تمتعوا نتوما، اما حنا بقاو تحت الصباط. كان هذا فيديو توضيح للاخوان، وكنشكر اي واحد كنجدها ساندني وقف معايا، والى الملتقى ان شاء الله الرحمن الرحيم الاخوان. السلام عليكم.